كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. والله انا زهقت عجباني منك. الضحكه اللي هي زهقت منك، زهقت بس آه. خلاص يعني هنعمل ايه؟ متقبل يعني بنتنا يور لايف يعني. يور لايف. طيب اهلا بيكم يعني في حلقة لا جديدة. السر لا يخفى على احد، احنا كبار انا ويارا لا اتكلم سنا. عن نفسك. يعني كبار سنا. البوتكس ده يقول غير كده. دفع فيه كتير. اوعى البوتكس ده علشان ما تقولش بق زي ده. طيب ناس كتيرة هتبقى فاهمين اللي احنا بنتكلم فيه. مم. الجملة الشهيرة فلان، مين فلان اللي معاه موبايل. هي اللقطة دي بتاعت زمان بقى، أول ما الموبايلات طلعت، النقلة ما بين الأرضي، الخط الأرضي والموبايل. الحتة بقى بتاعت زمان إنه خناقات البيت. فاكرة يارا فاتورة التليفون البيت جات عالية ليه؟ تتكلمي من تليفون البيت على موبايل. فاكرة اللقطة؟ أكيد بتحصل في كل البيوت على فكرة. برضو لو أنت عندك تليفون أرضي في البيت وفي كذا تليفون، فأنت تبقى قاعد بتتكلم في التليفون، تلاقي حد رفع السماعة، مين على التليفون؟ ايوه اقفل، عايز أعمل مكالمة. باباك عايز التليفون يلا. ماما مش حدش يحرج حد كده. احنا بنتكلم في حاجات تافهه، ما ينفعش تحرجيني كده قدام الناس. فاللقطه دي ولقطه الموبايلات بقى اول ما طلعت. يعني في ناس ممكن تكون حضرت عادي الخط الارضي في عزه. في ناس حضرت الاواخر بتاعته. وفي ناس بقى في ناس كانت العلامه المميزه بتاعتهم فلان اللي معاه موبايل. ومع بدايه بقى بالذات اول سنه اول سنتين. انت قلت مثلا الموبايلات نزلت امتى؟ اعتقد 98 99 اعتقد، لو انا فاكر صح يعني. هي كانت قبل سنه 2000. 2000 كانوا انتشروا سنه بس. ايام 98 وكده الموبايل كان سعر خزعبلي يعني. اللي هو انسى يعني. اللي هو لا، وكان في مسميات يعني كانوا يعني مش هنقول ماركات طبعا، بس كان الموبايلات نفسها بعيدا عن ماركة الموبايل كان ليهم مسميات يعني عامة بلغة عامية. بس ما كانش فيه غير هو النوعين تقريبا، او نوع كان فيه النوع اللي هو التليفون الكبير قوي. لا كان فيه الماركة الامريكاني، وكان فيه الماركة السويدي، في ماركة ما بقتش موجودة دلوقتي، الماركة الفنلندي، وكان في احنا بنقول بلد المنشأ يعني، وكان في الماركة الفرنساوي. كان في منهم ماركة دلوقتي مش موجودة. ايوه، ما هي دي الفنلندي. طب ما نقول اسمها، ما هي مش موجودة. موجودة بيعملوا اندرويد بس يعني على استحياء يعني. اندرويد نساعدهم. انا بقول نقفل الحلقة. والله نقفل، اشتري هات موبايل. هات فلوس. هات موبايل. هات فلوس. انت جبت موبايل امتى تفتكر؟ اعتقد 2000. انت كنت ساعتها 2000 او كبير، 2001. 2000 او 2001. أوكي. لانه اول ما نزل كان بارقام مرعبه، بس 2001 وما برضه كانش فيه بقى رخيص فكره يعني. كان هو تروحي تتعاقدي على خط وتشتري الموبايل، فانت محتاجه يا كليه قرنيه يعني تبيع حاجه فيهم، بيع الشقه. يعني وبعدين لا، بس انا جبته اعتقد 2000. هو نزل اعتقد اواخر 98 او في 98. قعد له سنه سنتين كده. لقطه، وبعد كده ابتدت الدنيا تنتشر بقى. انا جبته 2000 تقريبا. ماشي. احكي لنا بقى، فاكر اول موبايل جبته؟ طبعا. اول موبايل جبته، وجبت بعديه بسنتين موبايل تاني لسه عندي لحد دلوقتي وشغال. بجد؟ انت غريب يا اخي. وشغال. لا هو ده الافيه. طب بس خليه عندك، ما ترميهوش. طبعا. بس انت عشت فقره الخط الارضي كتير وانت كبير يعني، مش وانت صغير قوي. في البيت كنت انا واخويا، وبعدين الفاتوره بتيجي بقى رقم يعني رقم كبير. هي تقريبا كل الاهالي ساعتها راحوا شايلين خاصيه ان انت ممكن المباشر تكلم وبعدين موبايل. كان في مسمى كمان مباشر محافظات، وفي مباشر موبايل. مباشر محافظات يعني تكلمي حد خط ارضي بس مثلا في محافظه، في اسكندريه، في المنيا، في اسيوط، في سوهاج. ده مباشر، اللي هو بتكلمي خالتك اللي عايشه في اسيوط بس بتكلميها على تليفون بيت، فده مباشر. زي اسكندريه اللي هو 03. وفي بقى ظهرت بقى جمله مباشر بس موبايل. يعني مباشر موبايل. ايوه انا فاكره بتاعه الموبايل دي. كان كلنا نقول لهم لا مش هكلم موبايل. وتروح تكلم موبايل عادي. عارفه بقى ايه اللي اختفى مع ان الموبايلات لسه موجوده حتى لحظتنا دي؟ فكره الموبايلات اللي كانت في الاكشاك، عايز اعمل دقيقه. لا مش لسه موجوده يا مروان. اي ثينك لا متهيالي موجوده. لا مين موجوده فين؟ انا ما بشوفهاش.
لا هو مناطق كتير. ما بقاش محطوط بسلك يعني وتاخد الموبايل تعمل مكالمه، بس متهيألي ان انت ممكن تروح تطلب تقول له ممكن الموبايل اعمل مكالمه. تفتكري؟ اي ثينك مش عارف، انا عمري، لان هم كانوا دايما دي علامه. ده برضو كان افيه للكشك. الكشك ده اللي عنده موبايل يعني عايز اتكلم في الموبايل، في كشك فلاني اللي في الحته الفلانيه وكشك عمه فلاني. انا ما شفتهاش قدامي مع اني بروح اكشاك يعني معادي، انت عارف كلها كشاك اصلا. بس ما شفتهاش عمري قدامي غير في الافلام اللي هو الموبايل المحطوط بسلك ده. كانوا بيربطوه الاسود الصغير ده. ومربوط كده رضا، مش فاكره كان فيلم ايه كان ولا كان مش كده رضا اللي هو كان جاي من امريكا، حلمي برضو. كان جاي كان اسمه مصري. عسل اسود. ايوه عسل اسود. معانا شويه دراسات كده لذيذه جدا، بتتكلم عن حاجات بقى او شويه كده ارقام وحاجات لطيفه ليها دعوه بالحاجات دي بقى. ماشي. وفاكر الكولر اي دي اول ما نزل فكره ان انت ممكن بس ده كان مش في العده يعني، مش في التليفونات الارضي اللي بقرص اللي بزراير. لا ده اللاسلكي بقى لما نزل اللاسلكي. كان في اللاسلكي اللي هو مقاس 44 ده. ايوه اكبر من وشك. نرجع لموضوعنا. لا ماشي، انا موافقه على فكره. انا ممكن امشي، انا عايز اروح. طيب احنا بنتكلم على الموبايل والخط الارضي، الدايلاما اللي ليها علاقه بالنوستالجيا اللي عشناها كلنا زمان. فاكره مرحله المسابقات اللي هي 0900؟ ايوه اللي هي قدامي هنا. أيوة. ده كان انا مش فاكراها، ما حضرتهاش. بس مش عارف هي دي كانت يعني مسابقات بتتعمل، تتصلي على اتصل على 0900 99 999 يعني نفس فكره زي المسابقات دلوقتي، ابعت على رقم كذا، رقم 1006 بالظبط. بس كانت الدقيقه مختلفه بقى، مش بسعر الدقيقه العاديه. اوكي. كان في رقم تطلبي الخط الارضي تقول لك الساعه. الاعلاميه العظيمه يعني. متهيألي دي لسه ما مش الحاجه الخاصيه دي لسه موجوده ولا لا، ما اعرفش. بس الاعلاميه العظيمه اعتقد يعني اذا كانت رحلت فالله يرحمها، واذا كانت موجوده ربنا يديها الصحه. ساميه صادق كانت رئيسه اتحاد الاذاعه والتلفزيون. رئيسه التلفزيون المصري كانت اسمها الاستاذه ساميه صادق. اوكي. هي اللي كانت مسجله الساعه الان 5:07 و36 ثانيه. الساعه فكانت لقطه يعني. طيب في دراسه اتعملت من خلال مراكز الاتصالات الكبيره في الثمانينات. اوكي، عشان ده بمناسبه الخط الارضي بقى. وقالوا ان مكالمات الستات في التليفون الارضي كانت اطول بنسبه 20 ل 35% من مكالمات الرجاله. خلاص. وان الستات بيميلوا لاستخدام التليفون الارضي عشان يحافظوا على علاقاتهم الاجتماعيه، لكن الرجاله بيستخدموه لاغراض عمليه. متهيألي لغايه دلوقتي حتى في الموبايلات اعتقد. فاكر زمان كنا بندفع فلوس في الرنات. لا ده بعد كده في فقره بقى جت لما كانت ان انت لو عايز اغاني فلوس الكلام ده. ده حقيقي. بغض النظر ان انت لسه بتعملي كول تون لحد دلوقتي يعني. انا المهم اللي بيتكلم ده، بصوا يا جماعه، انا رنه موبايلي هي الديفولت بتاعت الموبايل يعني المعروف. مروان لغايه النهارده حاطط حاجه جيتار رنه تليفونه الوحيد اللي مثلا اعرفه في حياتي اللي بحب البتاع دي. انت بتتريق على الكول تون، ما انت حاطط. انت بتحطي الكول تون اللي هي لما حد يكلمك يسمع اغنيه، بس الرينج تون انت الوحيد يجي العيد يا بابا من البلاي ستيشن دلوقتي حاطط رنه. في دراسة حديثة عملتها الهيئة البريطانية في مايو 2025 يعني لسه معمولة. اوكي. بتقول ان 47% من الشباب اللي بتتراوح اعمارهم بين 16 و 21 سنة عايزين يعيشوا في عالم من غير انترنت، وده بسبب احساسهم بالارهاق الرقمي. وقال 70% من اللي شاركوا ان هم بيحسوا بالضيق تجاه نفسهم بعد ما يستخدموا السوشيال ميديا لمدة طويلة. بس ده فعلا هي للاسف السوشيال ميديا زي ما هي ليها برضو تأثير كويس، هي ليها كل حاجه في الدنيا ليها مساوئ وعيوب، تأثير يعني مميزات ومساوئ. انت لو قالوا لك تقعد من غير نت بقى دلوقتي، مفيش بقى ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك ولا انترنت، لا ممكن، بس مش هعرف، ما اعرفش، مش قادر احدد ممكن اقعد قد ايه من غير انترنت. يعني ما اعرفش. طب لو يعني تقعد من غير سوشيال ميديا، يوم يومين 3 ممكن انترنت دي صعبه، بس مثلا سوشيال ميديا تقعد من غير سوشيال ميديا او نمسح حاجه اسمها سوشيال ميديا. لا ممكن برضو ممكن اعتقد دي انا ممكن اعيش من غيرها عادي جدا ممكن. بس انترنت لا، عشان بتحتاجه في حاجات تانية يعني حتى. لا ممكن من غير سوشيال ميديا. اوكي.
في كمان دراسة تانية بتقول ان الناس كتير فاكرة ان الستات بتتكلم اكتر من الرجالة، لكن في دراسة اتنشرت في مجلة اسمها ساينس بتقول ان متوسط عدد الكلمات اللي بيستخدمها الرجالة والستات يوميا قريبة من بعض، وبتوصل حوالي 16,000 كلمة لكل واحد فيهم. لكن الفروق بتظهر أكتر في النقاشات الاجتماعية والعائلية، وقتها الستات هي اللي بتتكلم أكتر، لكن في المجمل الستات والرجالة بيتكلموا قد بعض. نفس انا عندي دلوقتي في البيت التليفون انتيكات انتيك اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو كان لونه اسود، والسماعه كانت اللي هي بتتمسك دي، بس اللي هي طالعه كده فيها بوز كده، بتاعت السرايات والقصور عندي واحد من دول. مش عارفه اخدته من بيت جدي الله يرحمه تقريبا. اوكي. وخليته عندي لغايه انه والسلك فيه وكل حاجه يعني. وشغال يعني؟ ما جربتش ما جربتش، بس هو ممكن يشتغل اي ثينك. متاكده انه تليفون مش الدش؟ مش سماعه الدش. انا عارفك اصلا، مش عارفه ليه كل ما الناس دي بتشرب ما اعرفش ليه. اعتقد ان وقتنا انتهى. وقتك. ربنا يسامحك. ماشي. في الاخر موضوع الموبايلات وموضوع الخطوط الارضي ده هي ذكريات لطيفه الحقيقه، يعني اللي عدى بيها اعتقد انها بتفكرنا بحاجات لطيفه، اللي ما عداش بيها حظه او حظها. بس متهيألي في ناس كتير لسه عندها الخط الارضي ده عشان انترنت، عشان تتاكد ان الخط او الحراره عشان يعرف يوصل يعرف يشترك في الانترنت. طيب مروان، وقتنا خلص، نورتنا النهارده، بس يا رب سعيده جدا ضيف خفيف عليكم، كنت موجود معايا في البرنامج. باي باي. كنتم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي.